السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. يا مرحبا ملايين، الله يحييكم. عدة حاصل كشبوك صار عدة جرات النافر من مقيلة. اذكروا الله يا اخواني، صلى الرسول، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. القصة هذه طالع معكم، هذه قصة على رجل اسمه عبد الله الجهني من أهل ينبع. يقول الكلام ده قبل فترة يمكن 20 سنة ولا حولها. يقول كان معي ونيت اشتغل عليه، ترزق الله عليه. يقول دخلت اعتقد قال تويتر وحطيت اني اوصل مشاوير وكذا وكذا، وحط رقم تواصل، ما ادري تلفون ولا وشو. المهم يقول مره من المرات تواصل معي رجال من الرياض، قال انت في ينبع؟ قلت ايه. قال انا شاري غنم من عندك من ينبع وبك تجيبها لي في الرياض. كم تجيبها لي؟ قلت بل في الرياض اجيبها لك. قال خلاص الغنم في المحل الفلاني، روح خذ الغنم وتجيني بها في الرياض. يقولوا فعلا رحت المغرب، ما بالمغرب، مع الفجر. يقول رحت مع الفجر وحملت الغنم ومشيت على الرياض. وصلت عند هناك مع المغرب تقريبا، حول المغرب. يقول لما وصلت وقام يوصف لي وجيت عند البيت، اللي قال لي قصر كبير. لا والله اشوف عنده ناس وعنده سيارات وعنده شيء. عرفت ان عنده عشاء. قلت الحمد لله، طاح العشاء والفلوس اللعنه. قال وانا ادق عليه الباب، قال والله انا جايني. السلام عليكم. السلام. جيت بالغنم كلها؟ قلت ايه. قال خلاص يجيك العامل الحين، ودها في الحوش ذاك، نزلها واستنى لين يكلمك. ما قال يقول. يقول وانا يجيني العامل ونروح للحوش جنبه وننزلها فيه. قال وانا ارجع ونجي عند الباب واجلس لين العشاء، وانا ادق عليه ويجيني. قلت يا رجال انا من يوم ما جالس اني استناك، عطني حقي بمشي. قال انت تشوفني مشغول وعندي ضيوف عندي ناس، لا تدوخني، بعدين اجلس لين اوافضي واجيك. يقول المواد. يقول قعدت تعشى والناس بعد العشاء والدنيا والعالم سرت، وانا جالس عند الباب. ما حتى قال لي تعش اقلط. قال وانا اتصل عليه، انا ادق الباب عليه. قال هو يجيني. قال انت لك اشغلتني. قلت يا ابن الحلال ابغى حقي، انا جالس اني استناك من اليوم اشحذك شحذه حقي. قال مالك عندي شيء، تبى 100 ريال؟ قلت يا ابن الحلال اتق الله في نفسك، كيف 100 ريال؟ اجيب الغنم من ينبع للرياض 100 ريال. قال ما عندي، تبى 100 ولا توكل على الله؟ يقول قلت لا. قال هو يدخل وسك الباب، واقعد يجي حول الساعه 2 وانا ادق الباب عليه وادق الباب عليه وجايني. قال ها وش عندك؟ ليش رايح؟ قلت له الحين ابغى حقي. قال مالك عندي شيء. قلت خلاص عطني المياه. يقول انا الحين ما عاد معي شيء، ابغى كلبه واعبئه بنزين. قال والله ما اعطيك 100، تبغى 50؟ يقول قلت لا ما ابغى 50. قال هو يرجع يسك الباب. قال علي برد وتعبان وطويان وحالتي تشكل لله. قال وانا اشغل سيارتي وانا امشي. قال وامشي يوم قبلت على كل محطه عندها قريب، قال والسياره غلق بنزين وهو تطفي. قال يوم طفت فكرت اني اطرح عمري من السياره واخليهم يجوني يطلبوا لي اسعاف يوديني المستشفى. اظني اكل، قال الشيء يلقى احد يساعدني. قالوا فعلا لما طفت السياره، قال وانا افتح الباب وانا اطيح. قال يوم اني طحت العمال حق المحطه جاييني عينهم فيها وسلامات. قلت اطلب لي اسعاف، اطلب لي اسعاف. قالوا يدقون على الاسعاف، يبغى تشوي الاسعاف جاي. قالوا يشتاني ويديني هاك المستشفى. يقول المستشفى والله ما اعرف ولدي وش اسمه، ولدي وين حتى متسانه. قال هو يشتاني ويودون هناك يحطون، يسوي لي تحاليل، يسوي لي اشعاعات، ما ادري ايش يقولون عينهم فيها. يقول يوم اخذت شويه لجاني هاك الريم اسمه خالد السبيعي. قال يقعد عندي ما هو اظن ممرض خالد، هذا اعتقد انه ممرض او موظف المستشفى، ما ادري، لكن المهم انه شغال في المستشفى. قال هو يجيني وش فيك؟ قلت تعال اعلمك، انا ما فيني الا العافيه. هذا اللي حصل وهذا اللي حصل وهذا اللي حصل وهذا اللي حصل، وانا الان ابغى اكل ذبح لي الجوع، ما عندي ولا ريال واحد، ريال ما معي. قال اركب قم اطلع. قال هو يطلعني من المستشفى، كلمة الدكاتره والبناء قال خلاص بطلع معي. قال وانا ياخذني معي في سيارته ويوديني هاك الصرافه ويسحب لي 1100 ويعطيني اياها. يوم اخذتها قلت شوف، ما والله اروح من عندك لين تعطيني رقم حسابك واسمك وكل شيء. قال لا. قلت مره كلامي والله ما اروح من عندك. قال اسمي خالد السبيعي وهذا رقم جوالي،
يقول أعطاني إياه ورقصت، أعطيته مخباي ومشيت. يقول رحت تعشيت وعبت سيارتي بنزين وعينت من الخير ورجعت لأهلي في إنبع. يقول لما رجعت لإنبع هناك جيت عند أهلي ودبرت فلوس الرجال برسلها عليه على خالد السبيعي. يقول لا الرقم اللي أعطاني إياه ناقص، رقم التلفون اللي أعطاني ناقص، ما أدري هو متعمد ولا غلط ولا، المهم صار ناقص رقم التلفون. والمستشفى ما أعرفه، ما حتى أعرف اسمه ولا أدري وينه حتى في الرياض. يقول والله ما أدري وينه. قال المهم جلست قالوا جلست بعد 6 سنوات والحمد لله تزوجت وانبسطت وجاء توظفت وجاء عندي فلوس وعندي خير وصارت اموري طيبه الحمد لله. صار لي شغله في الرياض. قال وانا شغل سيارات وانا عجب الرياض. قال يوم جاء المغارب لاني عند هاك المسجد، قال يذن المغارب، قال وانا انزل وانا اصلي معهم المغارب. قال يوم صليت للرجال اللي قام جنب الامام ومعه اوراق نوديها، يا الربع مساعده، يا الربع تخلوني انا عندي كذا وانا عندي كذا وهذه اوراقي وهذه. يقول يوم شفته يقول انا عرفت على طول اني صاحبي راعى الغنم. يقول على طول عرفت شكله، لكن يقول قلت خاف اني ماني متاكد ولا شيء. قال المهم قاعد شوي قال هو يخلص ويجي عند الباب وهو يجلس. قال وانا جالس متاني. قال وانا جالس شفت الناس راحوا. قال وانا ادور جواله لاني مخزنه عندي. يقول جواله مخزنه عندي. قال وانا ادور جواله وانا ادق عليه. قال لما دقت عليه وهو يفتح الجوال. يقول لي عرفت انه هو. قال وانا قفل. قال وانا اقعد شوي وانا مره شلونك يا عم سلامات عساك طيب. يقول لي عرفت انا عرف لكن شكله مختلف. شلونك يا عم عساك طيب. قلت والله بخير. قال يقول قلت هذا شوف خليك نية لا تروح اني وجهك، بروح اجيك بفلوس تغديك وتعشيك. يقول قلت الله يجعل ابوك. قال هو يدعي لي الله يجعل ابوك في الجنه يرحم والدينك، خلاص تلقاني يا ولدي. قال وانا اروح وسير وقال لي هاك الصرافه بعيد. قال وانا اسحب 1100. قلت هذه بتصدقها عن خالد السبيعي اللي اعطاني اياها. قال وانا اجي برجع. قال وضيع المسجد. قال ولف وليلي كل ابوه ولف ما ضيعت المسجد. قال ولا حصلت المسجد الا بعد العشاء بساعه. قال يوم جيت عند المسجد لا والله المسجد مقفل ولا هو جاي برا المسجد وحط لي كرتون فرشي وكرتون جالسين عليه. قلت انت الحين ما رحت؟ قال يا ترقبك. قال وانا اطلع 1100 وانا اعطيها. قال يوم شافها يقول والله يوم شافها اعطيتها 1100 انتني معطيه مليون. يقول انا بغيت اعلمه، بغيت اقول تذكر يوم جيتك بالغنم. يقول بس نشوت في حال زين يقول له. يقول والله انك كم مره بقول له انت تذكرني تعرفني وخابر وش سويت فيه. يقول ما قدرت. يقول اعطيتها 1100 صدق عن خالد. يقول مشيت. شوف العبره يا اخواني، كان عنده اموال وعنده دنيا. يقول كان في قصر. يقول القصر والله انه يجي له نص كيلو في نص كيلو وان الله سبحانه وتعالى يسلط عليه. يقول انا من يوم مشيت من الرياض لين وصلت انبع وانا ادعي عليه يا ما ودها الغنم. يقول يوم ودتها الغنم اعطاني حقي. يقول من الرياض لين تنبع وانا ادعي عليه واستجابه دعوتي. سبحان الله العظيم يا اخواني. ظلم المسلم حرام. جايه من الغربيه مسافه 1000 كيلو ولما وصل هناك يعطي حقه حتى يقول عنده عشاء ما قال لي يقول تعش مع الناس. سبحان الله العظيم. وان الله سبحانه وتعالى يبرمه يقول به لا والله انا فقير العالمين لانه كان طاغي. يقول والله اني يوم لقيت عند المسجد جالس بعد العشاء بساعه اني ذكرت وقوفي عند البيت حق يوم كنت واقف عند البيت حق. سبحان الله العظيم. الدنيا دواره يا اخوي، دواره تلف.